مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص، وتأتيكم من العاصمة السورية دمشق. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور محمود الأبرش، رئيس مجلس الشعب السوري. دكتور محمود الأبرش، أهلا بكم وسهلا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص. أهلا وسهلا. وأنتم رئيس مجلس الشعب السوري، كيف تنظرون إلى التعديل الوزاري الأخير؟ ما هي قراءتكم له؟ هو تعديل تجديدي، يعني تجديد في دماء هذه الوزارة. لم يكن الوزراء السابقون وزراء أقل كفاءة الحقيقة، لكنه التجديد أمر حتمي وضروري ولا بد منه من أجل أن تقوم الدماء الشابة بحظها وبجهدها من أجل العمل على تنفيذ المتطلبات التي يطلبها المواطن. الحقيقة التجديد تناول مجموعة من الوزارات، وهذه الوزارات وزارات لها دور أساسي وفاعل في مسيرة التطوير والتحديث. وطبعا الكفاءات الجديدة لا تقل أبدا عن الكفاءات القديمة، وتعدلها بل أحيانا تسبقها، ونتمنى أن يكون هنالك تغيير واضح في الأداء التنفيذي مع الوزراء الجدد. الأستاذ مرد، رئيس مجلس الشعب، على من يقول بأن ترقية الأستاذ فاروق الشرع إلى نائب الرئيس هو من أجل منحه حصانة ضد تعصمه من الدعوة إلى أن يستجوب من قبل لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري. وهل فعلا القانون السوري يمنح نائب الرئيس حصانة كتلك التي يمنحها للرئيس؟ الحقيقة يعني نحن السؤال الأول، هل يحتاج الأستاذ فاروق الشرع إلى حصانة؟ هل سوريا متهمة؟ نبحث مواضيع الحصانة عندما يكون هنالك اتهام لدينا متهم، نقول لديه حصانة أو غير حصانة. القيادة السورية ليست متهمة أصلا، وهذا الموضوع خارج عن كل الأطر الدستورية أو الأسس القانونية. عندما يكون هنالك اتهام سياسي فهذا مسؤول عنه الذي اتهم به. ليس الموضوع متعلقا لا باتهام سوريا ولا بموضوع الأستاذ فاروق الشرع. الترقية للأستاذ فاروق الشرع هي ترقية أساسية من دعم العمل المؤسساتي في سوريا، وليس له علاقة على الإطلاق بهذا الموضوع المطروح، وأنا أستغرب طرح هذا الموضوع. وإذا عدنا إلى موضوع التعديل الحكومي، كيف تقرؤون دلالات الإبقاء على الفريق الاقتصادي؟ هل هو بمثابة تكريم من رئيس الجمهورية لهذا الفريق على أدائه؟ الحقيقة الفريق الاقتصادي يرأسه الأستاذ عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء، وهو حديث. يعني لا يمكن أن تحكم أنت على فريق اقتصادي بهذه البساطة، أن تقول والله مضت عليك شهور ونقول أنه قام أم لم يقم. هي فرصة أخرى للفريق الاقتصادي بكامله كي يثبت أنه يستطيع أن يقدم قراءة اقتصادية جديدة في سوريا تستطيع أن ترفع مستوى المواطن السوري. بالفعل هناك حركة على المستوى الاقتصادي، لكن البعض يصفها بالبطيئة. يعني أنت عندما تقوم بأي عمل من شأنه إحداث تغيير جذري تحس أن الوقت يمر ببطء. هذا طبيعة الأمور. يعني نحن طموحاتنا كبيرة في مسيرة التحديث والتطوير في سوريا، لكن كمان نحن عنا حاجة إلى كوادر أعيد بنائها مجددا، محتاجين إلى إمكانيات مادية. هذا كله يحتاج إلى زمن ويحتاج إلى الكثير من الجهود. الحقيقة المسيرة بطيئة حتى من وجهة نظرنا نحن، لكننا من وجهة نظر طموحاتنا نرى أن نسير في الطريق الصحيح. هنالك فرق كبير بين أن تسرع وأن ما يسمى في اللغة السورية تسلق. نحن نمشي بخطى حثيثة وخطة ثابتة أفضل من أن نقع في مطبات قد تؤدي إلى الإساءة البالغة للاقتصاد السوري. على المستوى السياسي سمعنا أن هناك تغييرات دستورية منتظرة. هل يمكن أن تطال التغييرات مثلا المادة 8 من الدستور التي تقول بأن حزب البعث هو قائد المجتمع والدولة والمجتمع؟ نعم. القضية نحن نمشي طبعا في سوريا الآن كما مشينا بقضية الديمقراطية. إذا وجد أن هنالك حاجة فعلا رأتها الأكثرية لتعديل هذه المادة من الدستور فستتم معادلة تعديلها. القضية لا تفرض من الخارج، يعني يجب أن تعدل مادة 8 من الدستور لتنص على قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي الدولة المجتمع. إذا وجدنا كأكثرية أننا لسنا محتاجين لتبديل فلن تبدل. إذا كان هنالك أكثرية في تبديل فستبدل. هذا أمر سابق لأوانه بالطرح الدستوري. طبعا نحن صلاحية مجلس الشعب أن يعدل الدستور، فإذا طلبت الأكثرية الآن
تعديل هذه المادة فستعدل، لكن هذا مطلوب أن يتم وفق أسس طبيعية ومنهجية ولا يصير على صفحات الجرائد يعني. وأنت كعضو في القيادة القطرية لحزب البعث، لا توافق من يقول بأن وجود هذه المادة يتعارض مع مبدأ التعددية وهو أساس الديمقراطية؟ ليس أصلا المادة ماذا تقول؟ تقول حزب البعث قائد الدولة والمجتمع ضمن الجبهة الوطنية التقدمية. الجبهة الوطنية التقدمية مؤلفة من 8 أحزاب سياسية. إذا هنالك صيغ كثيرة قد تكون، قد تطرح القضية في التعددية الحزبية ضمن هيكل يشبه القيادة الجبهة الوطنية التقدمية، قد يكون ذلك. يعني ليس هنالك آلية مطروح عليها من الخارج، تقول لي والله أنا حل الجبهة الوطنية التقدمية، ألغي الأحزاب ال9 الموجودة في هذه الجبهة الآن، ألغي قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي وأعطيني صيغة مستوردة من أمريكا عندها حزبين، هل نحن نستورد حزبين؟ طبعا لا. إذا قانون الأحزاب قضية ليست قضية غوغائية، قضية بدها بحث صحيح. الآن أنا عندي شعب سوري، هذا الشعب السوري هو صاحب القرار. إذا كان الشعب السوري يرى أن يجب تبديل أو يجب إدخال أو يجب تعديل، هذا موضوعه. نحن سنقوم بما يطلبه الشعب السوري قطعا. سمعنا أن هناك توجه لإقرار أو لسن قانون جديد ينظم الأحزاب، أين وصلتم في هذا المنحى؟ الحقيقة في دراسة، يعني في جهات كثيرة الآن تقوم بإعداد دراسات حول وضع قانون أحزاب جديد. طبعا الجبهة الوطنية تقوم بذلك، مجلس الشعب يقوم بذلك، القيادة القطرية تقوم بذلك، كثير من الجهات. الآن هذا مثل ما قلت لك الموضوع موضوع كثير دقيق. يعني نحن عندنا استطلاع عملناه على مجموعة من الدول، لا نريد كما في بعض الدول أن يكون الحزب مؤلف من رجل وزوجته، ولا نرغب أن يكون عدد الحزب حتى يقدر الواحد يشكل الحزب يكون 5 ملايين شخص. هنالك يا أحزاب هذا القانون يجب أن يضع أسس كثير سليمة ومنطقية كي لا تكون هنالك تطرف في أي شكل من أشكاله. نحن عندنا ثابتين في سوريا، نحن لا نقبل أبدا أي حزب عرقي ولا حزب ذو اتجاه ديني متطرف. إذن الأمرين منتهيين. يعني هذا موقف سياسي يستند على الوحدة الوطنية السورية. نحن لا نعبث أبدا بقضية الوحدة الوطنية، وعلى ذلك فأي حزب يستند أسس عرقية أو أسس دينية مرفوض.